هاي جايز، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بالف خير. او اول مره تشوف القناه اسم السنه، لايك وشير وسبسكرايب. النهارده كل سنه وانتم طيبين. العيد خلاص جا علينا، وادي دي من العيد، يعني اكله العيد المفضله عند ناس، وناس بيعملوا تركي، فكل واحد على حسب ما بيحب يعمل. فانا حبيت ان انا اعمل معاكم العيد دي بطه كده فتره خيركم. تعالوا اتفضلوا معانا. بدل ما اقول لك البطه الحلوه دي والبرغل ده اتعمل ازاي وشايفاه، يعني ما اقولكيش والسوا بتاعت البطه دي وانا عملت ايه عشان تطلع بالحلاوه دي. تعالوا ندخل في الفيديو على طول واقول لكم البطه دي اتعملت. بس قبل ما ندخل الفيديو، كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده بخيت عليكم عيد ميلاد مجيد. كل معانا البوله بتاعتنا. عايزين زيت زيتون او نباتي ملعقه كبيره يعني او ملعقتين، ما نكترش يعني. ودي صويا صوص، لو ما عندكيش صويا صوص حطي عسل اسود هيدي نفس النتيجه. وعصير ليمونه كامله. وبعد كده ده دبس رمان ملعقه كبيره برضو. كل هنا على حسب يعني حاجات ملعقه كبيره. ملعقه صغيره من العسل الابيض عسل النحل، وملعقه صغيره من المستردة مليانه يعني، ومعجون طماطم ملعقه كبيره مليانه. نقلب الحاجات الحلوة دي مع بعض كده. وعايزين البهارات بتاعتنا يا ستي، ملح على ذوقك، ممكن تحطي بابريكا مدخنة، انا حاطة بهار تركي ملعقة صغيرة مليانة، ملعقة صغيرة من البصل البودرة، توم بودرة، ربع ملعقة من الفلفل الاسود، ربع ملعقة من الفلفل الابيض. لو ما عندكيش فلفل ابيض استغنى عني يا ستي الكل، ما فيش مشكلة. نص ملعقة صغيرة من السبع بهارات، ربع ملعقة او زي ما شايفة الصغيرة كده من القرفة، وربع ملعقة من الحبهان او الهيل، والملح طبعا على ذوقك. وممكن تحطي البهارات اللي انتي بتحبيها في الاكلة بتاعتك، يعني كل واحد بيحب يحط حاجة بهارات معينة بيحبها في الأكل، بتديه لطعم الأكل بتاعه حاجة مختلفة. دايما أكلنا كل واحدة ست عندها بيكون امتياز في الأكل بتاعها، وبيعرفوا أوه دي أكلة مثلا فلانة، أو دي أكلة مثلا دي أكلة سوسنة هي العاملة الأكل ده، فبيعرفوا من الطعم بتاعها. فكل واحدة عندها لمساتها الخاصة، كلنا ستات وشطار وبنعرف نعمل أكل. هنا ظبط الملح ست الكل، ولو عايز حاجة من البهارات نزود. شوف يا ست الكل، انا معي بطه دي انا نقعاها من امبارح، نظفتها فضلت خيرك كده 2 كيلو حاجه. البطه دي مش متذكره بصراحه، بس عملت لها شويه فتحات عشان البهارات بتاعتنا تدخل. انا نظفتها كويس، شلت منها كل الحاجات الزايده، وعملتها عفرتها بالدقيق وسبتها حوالي ساعه. بعد كده غسلتها تحت الحنفيه من الدقيق، وبعد كده جبت بصلايه كبيره وفرمتها في الكبه مع شويه فلفل وملح، ورحت دعكت البطه بتاعتنا دي كلها زي ما شايفاها كده، وخليتها ليله كامله. حطيت كل عمصشتها بالبصله زي ما شايف هي ذاتها لونها صراحه، الريحه بتاعتها حلوه كويس، ودخلته من جوه وكله يعني ظبطت. فهسه انا دي حبيتها ليله كامله عشان الواحد يضمن ان البطه بتاعته تكون حلوه ما يكونش فيها زفاره. انت لو ما عندكيش وقت اتليست يعني خليها نص يوم، يعني اصحي وخلي البطه الحلوه بتاعتك دي في التتبيله دي نص يوم. ندخل كده اهو الصوص بتاعنا تأكد. والبطه دي بتاجي معاها الرقبه، ودي كبده، وبتاجي معاها القلب بتاعها، ونص جونه صغير. بس كده ست كل تأكدي كويس بيلا دخلت في البطه بتاعتنا دي. بنجيب الاسترتش يا ست الكل ونحط بتاعتنا دي لغايه بكره، بنعملها ساكم بكره على خير ان شاء الله، نطبخها مع بعض البطه الحلوه دي. ست الكل معانا تاني يوم هنجيب شوية سمنة حلوين. خلي السمنة دي تسخن معانا، وانا غسلتها برغل، كوباية من البرغل. وممكن تعملي فريك لو عندك فريك، انا ما عنديش فريك، او ممكن تعملي رز برضو. ونشيل السمنة دي على فين؟ على النار بتاعتنا، خليها تسخن بس كده. جيب البرغل، انا ما نقعتهوش البرغل، بس غسلته وصفيته من الميه. وعادي كده يا ستي الكل، بعد ما السمنه سخنت معانا هنحط البرغل بتاعنا او الفريك. شايف الميه اللي نازله دي لازم نتخلص منها. عادي كده يا ستي الكل، شايفه الميه اللي طلعت منه اتشربت. انا هحط شويه فلفل بسيطه مش كتيره، يعني ربع ملعقه بس، لان اصلا البطه بتاعتنا فيها بهارات. ودي قلت لكم كوبايه، انا استعملت الكوب المعياري من البرغل، فهستعمل كوبايه ونص من الكوب المعياري ميه. ولو تحبي تحطي ملح حطي، انا هحط ماجي تكون احلى، بتدي طعم احلى. ونوطي عليه، وبعد كده هبشر بصله في الكبه وتكون جاهزه معنا، بس مش دلوقتي، لما المويه دي تتشرب معنا. هنا نغطيه ونهدي عليه النار. ادي كده يا ستي الكل معانا
المويه نشفت. انا عملت بصله صغيره في الكبه زي ما قلت لك، قطعها ونقلبها، نعلي النار بس لغايه لما البصله دي تدوب كده مع البرغل بعد كده. خلاص معانا ست الكل البصله عملت مع البرغل. يلا نركنه على جنب ونخليه يبرد، بعد كده نرجع ونجيب البطه بتاعتنا من الثلاجه ونحشيه سوا. ادي كده يا ست الكل البرغل بتاعنا دفى شويه، ودي البطه بتاعتنا شايفه كده، والزياده دي هقطعها مش محتاجه حاجه. اجيب الابره واجيكم. ادي كده يا ست الكل زي ما قلت لك يا ست الكل، ده مش عايزاه زياده ده. وانا هنا هجيب خليت الاسنان يا ست الكل، هغير شويه ونعمل لها ايه البطه الحلوه دي. دول نعملهم لورا كده عشان المنظر. واجيب كيس الحراري غسل ايدي واجيكم. وادي كده يا ست الكل زي ما قلت لك على راحتك خالص، عايزه تحطيه في الكيس الحراري حطي، مش عايزه يعني حاجه بترجع لك انت. ونحط باقي الحاجات بتاعتها. وده الكيس بتاعنا فيه بيجي معاه دول، نحطهم هنا نشبك كده ونروح نعملهم. هجيب سكينه صغيره وافتح قد عشان لما نتنفخ ياخد راحته في الفرن. قد واحده كده وخلاص. نجيب الصينيه كده اهو. انا هنا هحط ميه زي ما قلت لك يا ست الكل، هحط ميه هنا علشان تعمل معانا ستيم، يعني تبقى تطيب احلى، فاهمه؟ انا هزود لما نحط الفرن عشان ما تتقلش عليا. زي ما قلت لك الفرن شغال على 180 فوق وتحت. انا عندي مروحه اصلا، لا يعني ما عنديش ان انا احط ده لوحده وده لوحده، فهي الفرن بتاعتي فول اوتوماتيك. ادي كده يا ست الكل زي ما شايفه البطه بتاعتي، انا عندي مروحه زي ما شايفه هي كده، فهخليها تحتين ونشوف مع بعض. اوكي اشوفكم بعد. وادي كده يا ست الكل البطه بتاعتنا زي ما شايفه، ما اقولكيش دايبه دوب، يعني شايفه يعني بجد دايبه. اخدت معي ساعتين بالظبط. وبعد كده عايزه شلت منها الكيس الحراري وعشان اديها التحميره الحلوه دي. فظيعه يا ست الكل. نجيب ملعقه نجوق سوا. شايفه البرغل كده ايه الحلاوه دي عندي، شايفه الدبوس بتاعها بيطلع بكل سهوله، والصدريه ما شايفه كده. سلام، جربي الطريقه دي ولا هيطلع معاكي مزفر وهيعجبك البط. وادي دي يا ستي الكل الوصفه بتاعت النهارده. كل سنه وانتم طيبين، تعملوها على العيد الميلاد المجيد. فاللي انتوا يعجبكم بتحبوا ايه على السفره بتاعتكم. وطبعا اكيد ممكن تعملوا جنبه مكرونه بشاميل، بس نحنا يعني شخصين بس، فمش هعمل اكل كتير وفي الاخر مفيش حد هياكل، ناس اصلا مش لاقيه تاكل يعني. فالمهم عملنا كده بطة العيد. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة وبخيتة عليكم، ويعود عليكم الأيام بخير. ويا رب كل اللي نفسه في حاجة بتمناها ربنا يحققها له، يرزق أولادنا ويديهم الذرية الصالحة، ويديهم بنات الحلال ولا أولاد الحلال، ويفرح قلوبكم كلكم ويرزقكم، ويرجع السودان وفلسطين وأي بلد فيها حرب يرجعها وتكون يرجع فيها السلام عشان ناسها ترجع. فدي كده الوصفة بتاعتنا. ويا ريت تكتبي لي في كومنت حلو يا ستي الكل من أي بلد انتي بتتبعيني. ولغاية كده لما ألاقيكم في فيديو جديد إن شاء الله.